لو بتحس دايما ان في ضوء متسلط عليك، الناس دايما واخده بالها من تحركاتك او شكلك، لدرجه انك لو نزلت الشارع وشعرك مش متسرح كويس بتحس ان كل الناس في الشارع بيبصوا على شعرك اللي مش متسرح، او كمان الناس واخده بالها من كل حاجه انت بتنجح او بتفشل فيها. احب اقول لك انك واحد من ضحايا السبوت لايت افكت. طيب ليه بنقع في فخ السبوت لايت افكت؟ السبب ببساطه هي المركزيه الذاتيه. احنا بنقضي 24 ساعه في اليوم مع نفسنا، فبالنسبه لنا احنا ابطال الفيلم بتاعنا، ومن هنا بنغلط وبنفكر ان احنا ابطال في افلام ناس تانية غيرنا. والحقيقة ان كل واحد ماشي في الشارع هو بطل فيلمه الخاص، ومشغول بمشاكله وتفكيره وحتى شعره اللي مش متسرح. في تجربة اتعملت، طلبوا من طالب يلبس تيشيرت عليه صورة مغني، وفي الوقت ده كان اللي يلبس تيشيرت عليه صورة المغني ده تعتبر فضيحة او حتى حاجة محرجة جدا. ودخلوا الطالب جوه قاعة وسط مجموعة من زمايله اللي قاعدين بيملوا استمارات، ولما سألوا الطالب تفتكر كم واحد أخد باله من التيشيرت؟ قال لهم نص الطلاب. لكن لما سألوا الطلاب فعلا وجدوا ان حوالي 20% بس هم اللي اخدوا بالهم من التيشيرت. الناس اللي عندها سبوت لايت افكت مرتبط بالقلق الاجتماعي، الموضوع ده بيوصل معاهم لدرجة ان الناس دي مش بيعملوا حاجات هم محتاجين وعايزين يعملوها، بس مش بيعملوها بسبب نظرة الناس ليهم وحكمهم عليهم. والناس دي لما بتتعالج بتكتشف ان محدش مركز معاهم ومحدش واخد باله منهم، وكل واحد مركز مع نفسه. واخيرا ما تنساش تحكي لي في الكومنت ايه اكتر موقف حسيت فيه ان السبوت لايت افكت مسيطر عليك، وما تنساش تتابعني.